فعلشان تطلع فيديو جودته احترافية ويكون كويس للعين ان هي تشوفه، لازم تهتم بالاضاءة. سواء كان معاك رأس مال او لا، الفيديو ده هيفيدك واعرفك فيه ازاي تعمل فيديو وتكون الاضاءة فيه كويسة والفيديو يبان بصورة احترافية. اول خيار معانا طبعا هو السوفت بوكس، وده بيكون احسن خيار، بس التكلفة بتاعته بتكون عالية شوية. وعلشان تظبط الاضاءة ايا كانت نوع الاضاءة، تخلي الاضاءة تكون على الزاوية 45 درجة، ويكون فيه هنا رينج لايت. ولو عايز تعمل باك لايت، لو عندك مساحه في الخلفيه ممكن تعمل باك لايت. علشان تظبط اي اضاءه ايا كان نوعها، هتخلي الاضاءه الرئيسيه معاك على زاويه 45 درجه. وفي حاجه اسمها الفيل لايت عشان تشيل الشادو اللي هنا. خلينا نطفي الفيل لايت ونشوف الشادو اللي هيتكون زي ما انتم شايفين. بس طبعا عشان عامل اضاءه هنا زرقاء، فهتلاقي في هنا اضاءه زرقاء كده. عشان نشيل بقى الشادو اللي هنا ده، لازم نشغل الفيل لايت. طبعا نظبط الشدة بتاعته، خليه سوفت عشان تكون الإضاءة بتاعت الفيديو كويسة. زي ما انتم شايفين كده، عندنا الإضاءة الرئيسية والإضاءة الفرعية اللي هي الفيل لايت. لو عايز تخلي الفيديو يكون فيه لون معين، تبدأ تجيب ليد من عند أي محل بتاع كهرباء يعني وكده، تلاقي عنده شريط ليد تقدر تشتريه وتستعمله. طيب لو مش معاك رأس مال تجيب السوفت بوكس ولا الرينج لايت، تعمل ايه؟ عندك إضاءة الشمس احسن خيار تصور فيه. طيب ايه هي الاوقات المناسبة للتصوير في اضاءة الشمس؟ علشان تصور في اضاءة الشمس، يا اما هتصور في بداية النهار وهي الشمس لسه بتطلع، ما تجيش والشمس تكون حادة وفي نص السماء والشدة بتاعتها شديدة يعني، هتبوظ لك الفيديو. فتروح طالع والاضاءة تكون سوفت على الوش عشان الفيديو بتاعك يطلع بصورة احترافية. ولو هتصور في غرفة، تفتح الشباك وتخلي فيه ستارة وتحط الكاميرا عند الستارة وتبدأ تصور، وإضاءة الشمس هتكون جاية على وشك وهتكون كويسة جدا واحترافية وبدون تكلفة. وبس كده، متنساش لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة عشان يوصلك شعار بالفيديوهات الجديدة.